السلام عليكم. يعني مشهد والله ببكي، والله قلب الكافر بيبكي دم لما بشوف مخيم كامل لاخواننا السوريين اللي هربوا من البراميل المتفجرة عم نحرقه كرمال على قولهم انه شخص غلط مع شخص تاني لبناني، وفي اقوال بتقول انه بدهم شغيلة سورية يشغلوهم، ما اشتغلوا معهم حرقوا الخيم، وفي اخبار بتقول انه اغتصاب فتاة سورية او مؤهلة ضربوا المعتدي. بغض النظر كلها اقاويل هيدي، يعني منتظر التحقيق. اليوم لما بنقول انه السوريين معهم سلاح ولك بالله ما في عم يحمل سكينه، الاجهزه الامنيه ضابطه الموضوع، ما في اي قطعه سلاح بالمخيمات، بقى بلا كذب ودجل. واهل المنيه استقبلوهم من اكثر من سنتين وثلاث سنين وخمس سنين ما حدا اعتدى عليهم، بس في بعض شزاز الافاك موجودين بيناتنا هدول اضرب من كفار قريش. يعني اين نحن من حديث، وين نحن من حديث الرسول المسلم اخو المسلم؟ وين نحن من حديث الرسول المهاجرين والانصار؟ لما اجوا المهاجرين عند الانصار كل واحد عنده بيتين، عطى بيت له وبيت لاخوه المسلم الثاني اللي هو من المهاجرين، قسموا بيوتهم، قسموا المصاري، كل شيء واحد معه مصاري عطوا نصهم لاخوه. وين نحن من احاديث؟ ولكن نحكي بثوره، ولك بحياتنا نحصل مع الطغمه الفاسده، هذا فلسطيني، هذا سوري، هذا لبناني، هذا عراقي، ولك نحن اخوه اذا ما بالاسلام اخوه بالبشريه، ولك اقسم بالله شيء ببكي دم. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، والله كل واحد اعتدى على واحد سوري، ان كان طفل ولا ان كان مره ولا ان كان رجال ولا ان كان شاب بريء، هذا خارج من مله الاسلام ومن مله المسيح. يا عيب الشوم عليكم. بعدين ضهري المنظرين كتار، هذا بيقول لك اغتصاب فتاة، هذا بيقول لك شغيله، هذا بيقول لك اعتدوا على بعض، ولك بغض النظر شو ما صار، لك اذا واحد غلط معك شنو عليه البقيه؟ لا تزر وازره وزر اخرى. وبعدين ضهري سلاح والمخيمات فيها سلاح، لك انتم ما شاطرين الا بالتنظير. لكن يا اخواتنا الفلسطينيين قديش ظلمناهم، بتفوت على المخيم الكلاب ما فيها تعيش بالمخيم، مع احترامي لكل واحد، كل صرمية طفل فلسطيني بتنحط على الراس، وكل صرمية طفل سوري بتنحط على الراس. يا عيب الشوم عليكم. شو الفرق بينكم وبين الجزار بشار؟ شو الفرق بينكم وبين العدو الصهيوني؟ يا عيب الشوم. بنحرق الخيم كلها، ولك اهل المنيه اهل النخوه والخير والبركه بريئين من هالكلام هذا. حاسبوا الفاعل، ومنطالب الاجهزه الامنيه، وين الكاميرات اللي عم بتصور انه حرقوا الخيم؟ ولك بتعرفوا الشرده والورده، هيدي فتنه ما بيستفاد وراها الا الظالمين والفسده بهالارض. شو بدي اقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاتحين بيوتنا بطرابلس وبعكار، تواصلوا معنا، اي حدا ما عنده بيت يتواصل معنا، بنحطكم بقلب بيوتنا بالفعل مش بالحكي. انتوا اخواتنا، دمنا وقلبنا لالكم، نحن اخوه بالدين واخوه بالعيشه، من عاشر لكم 40 يوم صار منهم وفيهم. حسبنا الله، اللهم عنا مظلومين فانتصر.